السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في شيوات مؤشرف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المسمن بواحد الطريقه اللي ناجحه وسهله كما هنا كتشوفوا اخواتي. بسم الله. عندي 3 جبابن نتاع الدقيق الابيض، وعندي جبانيه ونص نتاع دقيق الفينو او القمح الناعم كما كتشوفوا. غادي نخلطهم مزيان هكا مع بعضياتهم. غادي نضيف عليهم الملح على حساب الذوق هكا. غادي نضيف واحد المعلقه مع امراش تاع الخميره، واحد المعلقه كذلك نتاع العسل. هنا اخواتي غادي نجيب الماء اللي غادي يكون دافي، وغادي نبدا نخلط في العجين. هنا اخواتي من بعد ما جمعت العجين حطيته على طاوله العمل، وغادي نبدا ندلك فيه واحد دلكه ولا جوج. هنا اخواتي قبل ما غادي نبدا ندلك فيها جبت معلقه عامره بالزبده. صدقوني غير ديروا هذه الخطوه وراكم ان شاء الله ما غاديش تندموا على المسمن تاعكم، وغادي تشوفوا النتيجه ملي غادي تبداو طيبوا فيه هكا. نديرها في الوسط نتاع العجين ونبدا ندلك فيها حتى نحس بداك الزبده يعني انسجمت مع العجينه. من بعد ما غندلكها مزيان غادي نديرها في واحد القطعه نتاع البلاستيك ونخليها ترتاح. هنا اخواتي كما كتشوفوا من بعد ما يعني دلكتها تقريبا واحد 5 دقائق حتى كتعطيكم يعني العجينه الطوع وكترجع كما كتشوفوا هكا. غادي قسمتها على جوج وغادي نغطيها هكا باي قطعه نتاع البلاستيك ولا بالسلوفان هكا، ونخليوها ترتاح على خاطرها يعني قد ما عطيناها الوقت غادي تعطينا النتيجه. هنا اخواتي تقريبا دازت واحد الساعه على هذا المسمن تاعي. كما كتشوفوا الميكا يعني كتشحط وكتبقى تبري. غادي نزول عليه هذه الميكا هذه هكا. غادي نجيب القليل نتاع الزيت، غادي ندهن هذاك البلاطو اللي غادي نوضع فيه، وغادي نبدا نهز هكا مسمن نقطعو قد الحجم اللي راني باغيه. انا باغيه نديرو شويه كبير ما نديروش صغير هكا. نقطعوه هكا قويقات ونخليوه يرتاح مره واحده اخرى بين ما كنوجدوا الزبده. هنا اخواتي من بعد ما ارتاح المسمن ذوبت الزبده هنا كما كتشوفوا. ضفت عليها تقريبا واحد 3 المعالق ولا 4 نتاع الزيت. عندي هنا الزيت وعندي هنا السميده اللي كانت متواجده عندكم سواء البيضه ولا الصفراء. انا تواجدات عندي البيضه غادي ندير بها. غادي هكا ندهن طاوله العمل، غادي نحط هكا كما كتشوفوا الكويرات نتاع المسمن هكا. نحطهم على جنب وغادي نبدا بسم الله هكا. غادي نبدا بالاولى ندير عليها الزبده، نرش عليها كذلك هاد السميده. ندير الثانيه نحطها عليها، ندير كذلك الزبده فوق منها ونرش هكا نورق حتى هي الثانيه بنفس الطريقه. يعني ماشي كنورقهم كنبسطوهم شويه بشويه هكا. ونبدا ندير كما كتشوفوا هكا. نحاول نقادلهم الجناب ونحطهم على جنب يرتاحوا بنفس الطريقه. نعاود معكم هذه هكا كما كتشوفوا اخواتي. كنديروا فوق منها السميده والزبده
هكا. قبل ما نبداو في الثالثه نكونوا موجدين هذه هكا، نحطوها حتى هي من فوق هكا. غادي نخليهم يرتاحوا وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نورقوه. هنا اخواتي من بعد ما دازت واحد المده، من بعد ما كيرتاحوا غادي نحيد وحده ونخلي غير وحده باش نخوي المكان فين نورق. غادي ندير الزيت هو الاول ها، ونبدا نورق فيها. كما ورقتوها يعني غادي تعطيكم الضوء انكم تساعدكم بزاف بزاف هكا. غادي نورقها مزيان مزيان. هنا اخوتي كما كتشوفوا قد ما قدرنا، انا عندي شويه المساحه صغيره، ولكن نتوما اخوتي قد ما قدرتوا انكم تسرحوها غادي ندهن عليها الزبده وهذاك السميد حتى هو نرشو هكا، وندوز يدي وغادي نجيب هذا الجانب هكا وهذا الجانب حتى هو هكا. نحاول نوصل القناص، ندير شويه نتاع الزبده، نهز هذا الجانب هكا والجانب الثاني حتى هو نبسطو ونحطها هكا مربعه كما كتشوفوا، ونورق الثانيه بنفس الطريقه ونخليها ترتاح. هنا اخواتي من بعد ما ورقنا المسمن تاعنا خليناه ارتاح، دابا درت المقلاة سخون وغادي نبدا نقرص السمنه تاعي هكا. يعني بغيتو المسمن تاعكم يجيكم هكا ملحم كتخليوه شويه غليظ، ولكن انا كيعجبني ملي كيكون رقيق هكا كما كتشوفوا. نورقوها مربعه، كنحاولوا نديروها قياس ماشي جهه نغلظوها وجهه نرقوها. غادي ندهن بشويه هكا نتاع الزبده، دهنه خفيفه. غادي نجيب جراره بسم الله وغادي نقسمها على جوج، ونقسمها هكا على 4. بهذا غادي نكون تحصلت على 4 نتاع القطع نتاع المسمن. وهنا اخواتي كما كتشوفوا درت المقلاة دهنتها بشويه نتاع الزيت، وغادي نبدا نحط فيها القطع نتاع المسمن تاعي هكا. نحاول نديرهم هكا مقادين غير شويه ونقلبوهم غير ما كيشدوا راسهم هكا كما كتشوفوا اخواتي هكا بهذه الطريقه. يعني القطع ب4 كنديرهم في مره واحده هكا، وكنبقى نقلب فيهم هكا كل مره ومره نبقى نقلبهم غير كنحسوا بها شدت راسها نبداو نقلبوا فيها. صدقوني اخواتي واحد المسمن كيجي شهوه منه، ومع هذيك المعلقه نتاع العسل اللي كنكونوا درناه فيه وهذيك المعلقه نتاع الخميره كتعطيه واحد الهشاشه. واهم حاجه هي ديك المعلقه نتاع الزبده. هذا المسمن شحال ما بغيتو تخليوه، يعني المده اللي بغيتو تخليوه فيها كتخليوه، يعني واخا يكون طايب. اما انا لا غادي نقسمو على جوج، دينا جهه نديرها طايبه وجهه غادي نخليها حتى يعني نبغي انا ندير لها غير نص طيبه نحتاجها عاد، يعني غادي نطيبها. هنا كما كتشوفوا هكا بهذه الطريقه، يعني كيعطيكم تبارك الله واحد الكميه. كل مسمنه كتعطيكم 4 المسمنات من هذا الحجم هذا، يعني كيكون واحد الحجم زوين هكا. ولاحظوا انه اخواتي كيتنفخ، هذه هي اهم حاجه هكا.
كنبقاو نقلبوا فيه حتى كيطيب من جميع الجهات. كما كتشوفوا اخواتي كيتنفخ معنا هذا المسمن وكيجي من الداخل مورق وشهوه منه هكا. وكل مره نقلبوه، ماشي نخليوه يعني ما نبقاوش نقلبوه، كل مره نقلبوه على وجهه ثاني باش كيتحمر وكياخذ واحد اللوين اللي كيكون ذهبي. كما كتشوفوا اخواتي يعني المسمنات ديالنا تحمروا يعني من جميع الجهات. كنديرهم هكا وحده على وحده وكنزولهم كما كتشوفوا كيجيو رائعين وزوينين بزاف. غادي نكمل اخواتي بهذه الطريقه هذه ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه. وهنا اخواتي كما كتشوفوا المسمنات ديالنا من بعد ما كيكونوا سخونين هكا، لاحظوا اخواتي كيفاش يعني كيجيو من الداخل كيجي مورق وواحد المسمن اللي انا يعني كنعطيه لكم بصفتي يعني هكا. كان نصايب هكا المسمن شحال من مره صايبته، ولكن النتيجه نتاع هذا المسمن اللي تحصلت عليها والكميه تبارك الله اللي كيعطيها صدقوني راه كيعطي واحد الكميه اللي كتكون زوينه بزاف بزاف. كما دابا تعرفوا الوليدات راهم كيمشيو للمدرسه، ما فيها باس الا درنا واحد الكميه مره هكا في السيمانه كنديروا كميه ونحافظوا عليه. كما كتشوفوا هكا يعني جوج نتاع الحبات نتاع المسمن، عوض ما ديري جوج حبات كديري هكا كيعطيك 8 نتاع المسمنات اللي كيكونوا الحجم نتاعهم كما كتشوفوا الحجم نتاعهم معقول وزوين بزاف. وحتى الا كليناه هكا كلينا طريف هكا نتاع المسمن في اليوم يعني ما كيضركش. هذه هي الكميه اخواتي اللي كنتحصلوا عليها. كنتمنى ان شاء الله هذا المسمن هذا ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله يرق الاعجاب نتاعكم وتقدموه لوليداتكم وتردوا عليا في تعليقاتكم الطيبه وكنقدموا لكم بالصحه والراحه.